بهذا أرحل إلى الله، سأرحل إلى الله بهذا اللسان. من قتل البوطي؟ الشيخ اللي كانت حياته مثيرة للجدل ونهايته لغز وصدمة للكل. قيل إنك من أتباع السلطة، قلت لهم يا ناس الأمر أخطر. محمد سعيد رمضان البوطي اللي انقتل بظروف غامضة، لكن بعدين اتضح إنه النظام اللي أنهى حياته بالرغم من إنه كان يوصف بشيخ البلاط. شرق أوسط جديد، قرأت كيف يكون جديدا. طيب كيف شيخ البلاط مثل ما وصفوه ينتهي بهالطريقة؟ هذا لا يعني أنني أؤيد أيا كان، لا الدولة ولا غير الدولة في باطل. البوطي أعلن ثورته الخاصة من بداية قربه من النظام اللي هو ما اختار إنه يكون قريب منه، والعكس صحيح. والمعلومات اللي بحثت عنها وراح أحكيها بالفيديو اليوم هي بعضها ذكر في كتاب من قتل الشيخ دكتور رمضان البوطي لمؤلفه الدكتور علاء الدين الرشي. وثورته كانت مش بالميادين ولا بالسلاح، ثورته كانت إيقاظ الفترة الإيمانية في رؤوس السلطة، وكمان تهدئة النفوس من مخطط تدمير سوريا. ليس فينا أيها الإخوة من لا توجد في بين جوانحه الفطرة الإيمانية، قد تكون راقدة لكننا نحن المسؤولون عن إيقاظها، نحن المحاسبون يوم القيامة. بالمناسبة كان شايف رؤية قبل اندلاع الثورة والناس استهزأوا فيه لقالوا بس إن غضبة إلهية وافدة ستأتي. ما بال دكتور سعيد رمضان؟ والله بنعرف الرجل علم، ولكن هذه الرؤية التي أرانيها الله عز وجل تقول لي أن العاقبة خير، ولكن وأبلغت الشرط وعلى رأسهم السيد الرئيس. الشرط هو أن نجدد البيعة مع الله. العالم كلها كانت مستنية موقف البوطي مع ولا ضد. هلأ الجواب كان لا في العلن بسبب النظام، أكيد من خوفه على سوريا، لأنه كان بده يكشف مخططات الغرب لتفتيت المنطقة بهداك الوقت. لا يمكن أن تمتد أيدينا إلى عدو مهما تظاهر بالغيرة وما إلى ذلك. إنها حرب معلنة من قبل مجرمي الغرب وبتخطيط سابق من إسرائيل. الأكثر تداولا عن البوطي لما وصف جيش النظام بمرتبة الصحابة. ليس بين أن ينال هذا الجيش الذي يؤدي واجبه وبين أن ينال أعلى الرتب في رضوان الله سوى أن يتوج بطولته بالتوبة. الجملة بتفيد أنه الفارق الوحيد بين الجيش ومرتبة الصحابة هو التقوى، يعني بخبرهم إنهم على معصية، وفي شرط بالجملة هو إنه يلتزموا بالتقوى ليكونوا بمرتبة جيش الصحابة، وهذا كان رده. ضاقوا ذرعا بهذا الكلام وكأنهم يحبون أن يبقى العاصي عاصيا. وهذا الكلام طبعا ما عجب الكبار. رئيس المخابرات علي مملوك أنذاك طلب يشوف الشيخ، لكن الشيخ رفضه، فبعت له شخص يهدده، حكى له ثمنك رصاصة بجامعك، وحتى الرصاصة ما بنتكلف حقها. ما حدا يسيء الظن فيه، بعدين ربي عز وجل بيجعل سوء ظن ونكال تراها. أنا لم أعش يوما ما استجدي رضا مخلوق، لا حكام ولا محكومين، وبيني وبين القبر خطوات. بس البوطي كان يحذر دائما وينفي أي علاقة بموقفه مع النظام، وفي مرة قال كما تكونوا يولى عليكم، يعني الحاكم هو انعكاس الشعب. عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. إذا أردنا أن نصلح الحال فلنبدأ بإصلاح أنفسنا. ورجع ذكرنا بالحسن البصري بمقولة أدهشتني، كيف قالها بعز وقت القمع اللي كان عايش فيه. حسن البصري سمع رجلا يسب الحجاج فقال له لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن يتولاكم القردة والخنازير. أما القشة التي قسمت ظهر البعير هو لما وصف اللي سجدوا على صورة الرئيس بأمر من الدولة بالكفار. هذا منكر، ولا شك أن الذين فعلوا هذا تلبسوا بالكفر البواح المؤكد. بحسب الدكتور علاء الدين الرشي لم يعد للبوطي مجال أن يكون في سوريا بعدها، لكن آخر لحظات حياته كانت استثنائية. قبل دقائق من وفاته وبهدوء عجيب قال في درسه الله يثيب الإنسان على قصده، كأنها كانت الرسالة الأخيرة، رسالة لكل الناس اللي اختلفوا عليه، أن الله عز وجل يثيب الإنسان على قصده. العمل بدون قصد ما بفايدة. وهون كان لحظة الانفجار اللي صارت بالمسجد، والفيديو تسرب بعد أيام وأثار الجدل بشكل واسع وقتها. لكن لقطة واحدة لفتت الأنظار، الشيخ وهو عم يرتب عمامته بثقة وهدوء، كأنه عم يودع الدنيا برسالة صامتة: ثباتي هو خاتمتي.
البوطي ما كان لا ملاك ولا شيطان، كان رجل دين عاش ومات على هذا المبدأ. راجيا أن يكتبني ممن قال عنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. سأدعو قادة الأمة وأدعو أفراد هذا الجيش وأدعو كافة المسؤولين إلى أن يتوبوا إلى الله. وهو نفسه اللي طلب العفو عن آلاف المعتقلين، وهو نفسه اللي مات مديون لحفيده ليجيب ربطة خبز. هذه الحرب العالمية إنجاز التعبير المتجهة إلى سوريا ستنتهي بالخيبة، بل بنصر فريد من نوعه في العالم. أن قصة انتصار سوريا في هذه الحرب وعلى مجرمي الحرب في العالم بالأحرى، نعم، لسوف تصبح عما قريب معلمة تاريخ وموضوع دراسي. رحل الشيخ وترك وراء أسئلة أكبر من إجاباتها. هل كان ضحية؟ هل كان مقاوم بطريقته؟ ولا كان شاهد بيحاول يحكي الحقيقة؟ محمد سعيد رمضان البوطي رحل بجسده، بس علمه لسه الناس بتقدر تتعلمه وتدرسه، وكتبه لسه بتتعلم، وكل واحد بيدور على إصلاح نفسه وفهم دينه. كتب رمضان البوطي بالفقه والشريعة أكبر مثال، ترك وراء علم ينتفع به. من استرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله عز وجل كفاه الله مؤونة. هذا مبدئي، عليه حييت وعليه عاهدت والدي بعد الله، وعليه سأستمر وعليه سألقى. رجعوا لله عز وجل، توبوا توبوا توبوا. إن تاب، لا أقول الكل، نصفهم أنا ضامن اعتمادا على ما أعرفه من سعة فضل الله وسعة كرم الله وصفح الله، أن هذه الغمة ستنقشع بشكل عجيب خارق.